فجأة صحيت على صوت مليكة وهي بتعيط وبتقولي يا ماما يا ماما. مالك يا حبيبتي في ايه؟ في واحدة اسمها ريالا بتقولي اقولك يلا نمشي من البيت ده. مين دي يا مليكة؟ انتي بتعملي مقلب فيا؟ لا والله يا ماما انا مش بعمل مقلب والله، هي قالت لي اقولك كده لحسن بلورة تاخدنا كلنا. بس اسكتي يوم يلا ناكل. ماشي يا ماما. هروح المدرسة امتى؟ هتروحي بعد يومين بإذن الله. يلا اغسلي وشك. ماشي يا ماما. فلاش باك عند حسن. صحيت على ناس قصيرين بيقولوا ليا مور اصحى بسرعة عشان نهربك، يلا بسرعة. مين انتوا؟ انا فين؟ انا اكيد في حلم. انا مور مساعد احد الملوك وبساعد بني جنسك، وانت بقالك شهرين في غيبوبة وبنحاول نصحيك وانت مش في حلم، يلا بسرعة. حسن راح معاهم عشان يهرب واستخبى في مور. دي الأوضة تبع ريالا، ملكة هنا زي بلورة بس هي طيبة قوي وتساعدنا كلنا، فانت هتستخبى هنا. طيب همشي امتى؟ انا عايز ارجع فوق، انا عايز ارجع لربنا. النهارده الصبح ريال هترجعك، بس اوعى تقول كلمة ربك او اي حاجة زي كده. تمام ماشي. استخبى هنا بقى واسكت. حاضر اسكت. ثم يعم الليل على جميع الأماكن ويأتي صراخ بلورة في جميع أنحاء القصر وتقول سآتي بك حيث هربت، سأجلدك من حيث ذهبت. ثم دخلت ريال الغرفة وتنادي على حسن بهدوء أين أنت يا حسن؟ أين أنت؟ أنا هو، روحيني أرجوكي. تمام ماشي بس بسرعة عشان هي بتدور عليك. ارجع حيث أجلبتك بلورة. فلاش باك عند العائلة والساعة 1 بعد منتصف الليل. الأكل كان المرة دي جميل، تسلم ايدك يا حبيبتي. الكيكة كانت جميلة قوي يا ماما. تسلمولي وبالهنا والشفا حبايبي. ثم يأتي حسن من حيث لا أحد يدري في منتصف الغرفة التي انسحب منها. الحمد لله يا رب، الحمد لله أنا رجعت. ايه ده؟ هدوم مين دي؟ ايه ده؟ انتوا سمعت الهبدة دي صح؟ وبصيت في الأوضة. سمعنا. هقوم شوف بس امسك اي حاجة اللي يكون حرامي. انا خايفة يا ماما، اكيد ده حسن. ما تخافيش يا حبيبتي، بابا وماما معاكي ومش وقت لعب دلوقتي يا حبيبتي. خشي يلا يا زياد. ثم يفتح الباب وكانت المفاجأة. انت مين وبتعمل ايه هنا وايه شكلك ده؟ احب اقول لكم كان شكله رفيع قوي، كل هدومه متقطعة وكان اسود بدرجة غير طبيعية. انا حسن اتخطفت من الجن بقالي فترة، ارجوك مشيني من هنا بسرعة. انت شكلك متخلف عقليا، انا هتصل بالشرطة. لا يا بابا، حسن عنده حق، اتخطف من بلورة وريالا هي اللي رجعته. هما قالوا لي الكلام ده وقلت لماما نمشي زي ما ريالا جت وقالت ليا وماما افتكرتني بهزر. هي ريالا ظهرت ليكي؟ ايوه يا عمو حسن. بس الكلام العبيط ده واسكتي وما اسمعش صوتك. مليكة انت تسكتي خالص وانت هتصل بالشرطة تيجي تاخدك. ثم تبكي مليكة وتصرخ وتقول بلورة جاية يا بابا، يلا بسرعة نمشي يا بابا. وتبكي وتصرخ بصوت عالي جدا. ثم تظهر بلورة وينطفئ كل الأضواء وتشتعل الحيطان بالنار وتظهر بلورة للجميع، وكان مظهرها مخيف بلونها الأحمر، وكانت تشتعل نار من كل جوانب جسمها من كثرة الغضب. دينا أعوذ بالله منها، انتي انكشعي من هنا. وتطير دينا وتلزق في الحيطة وتبكي ولا تستطيع الكلام. بلورة وتمسك حسن بقوة وهي واخداه نص الأوضة من كثرة نيرانها. أتهرب مني يا حسن؟ لا 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 لا، لن تهرب مني حتى إن انشقت الأرض واختفيت. أنت ملكي يا حسن، لن تذهب إلى أي مكان من جهنمي. أنت ليه بتعملي كده؟ هو عملك حاجة يا مفترية؟ بلورة وهي تلتفت لها وتهدأ قليلا. نعم عمل كثير يا صغيرة. قال أتمنى، وأنا تمنيت أنه يأتي معي إلى عالم الآخر. زياد
احنا اسفين. اسكتي يا مليكة، ملناش دعوة، وخدي حسن انا ومراتي ومليكة برا الحوار ده. بلورة وهي تضحك ضحكة شريرة لا 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 لا، ساخدكم معي جميعكم ايضا. مليكة وهي تضحك، مش هتعرفي تغيظيني. انا ممكن اقولك على فكرة، نسيتي انك حاولتي ومعرفتيش. بلورة فخطها وهي تمسك بها باليد الأخرى. نعم حاولت وفشلت، وكل هذا بسبب ريالة. والآن ريالة تم القبض عليها لمدة سنة قادمة يا صغيرة. لا يا حلوة، انتي نسيتي ان نهايتك هتكون على ايد طفلة في القصة عندكم. نعم قلت قصة، ومن أخبرك إياها يؤمن بالترهات وهي ريالة وطفلها كاستر. اسكتي يا. ثم تقطع حديث بلورة وتقول له لن تتكلم حين أقول لك يا هذا، انكشع. يسقط ويجلس ولا يستطيع الحركة. فلاش باك للخلف عندما بكت مليكة، وقبل أن تسمع دينا وتستيقظ ريالة. مليكة قومي يا مليكة عايزاكي. ولأجل أن مليكة طفلة ظهرت لها ريالة بشكل إنسية عادية هي وطفلها، وأجمل من الإنس بمراحل. مين انتي؟ بصي مفيش وقت، أنا ريالة وهذا طفلي كاستر. احنا هنساعدك عشان انتي اللي في ايدك نهاية بلورة قبل ما تصبح الملكة في عالمنا وتدمر كل شيء. يعني ايه؟ مش فاهمة حاجة. كاستر هتفهمي كل شيء بعدين، بس انا هحكي لك قصه بسيطه كده ولازم تفهميها عشان ماما هتروح تحاول تهرب حسن، وانا دلوقتي هحكي لك مين حسن ده. بص يا ستي، عندنا في عالمنا وهو عالم ملوك الجن في قصه مكتوبه بتقول